ويستمر اتحاد الفشل الإداري، اتحاد التخبط الإداري، اتحاد القرارات الفاشلة، الاتحاد الفاشل، اتحاد غرب آسيا، المنظم لبطولة غرب آسيا للناشئين المقامة في الأردن 2024 في إبهارنا. يا جماعة الاتحاد عمال يبهرنا بقراراته العشوائية المتخبطة الضعيفة المهرولة اللي زي ما انت عايز تقوله قوله. مبدئيا لحد امبارح المنتخب السعودي متأهل إلى نصف النهائي، منتخب العراقي متأهل من المجموعة الأولى إلى نصف النهائي أول المجموعة، المنتخب اليمني متأهل مركز تاني أحسن مركز تاني إلى نصف النهائي. متبقي مباراة الأخيرة اللي كانت هتتلعب النهاردة واتلعبت النهاردة ما بين سوريا وما بين البحرين، اللي بيها المركز الأول هيتأهل إلى نصف النهائي. خلصانة. يجي على نهاية اليوم، الكلام ده كان الساعة كام يا جماعة؟ الكلام ده كان الساعة 9:30 10، والنتائج أعلنت على الموقع الرسمي لاتحاد غرب آسيا والصفحة الرسمية على اليوتيوب اللي بتتابع لنا الأخبار كتر خير الدنيا، اللي بتتابع لنا الأخبار من المفترض أول بأول بمنتهى المصداقية. سيفت النتائج، أعلنت النتائج بشكل رسمي وأعلنت ترتيب المجموعات، ومن خلال قواعد اللعبة وقواعد البطولة المنتخب اليمني متأهل أحسن مركز تاني. تمام. يجي بالليل قبل نهاية على الساعات الأولى من صباح النهاردة يجي المنتخب أقاويل إن المنتخب العماني بيقدم شكوى وبيصر على شكواه للمنتخب اليمني على ان المنتخب اليمني يمتلك بعض اللاعبين الغير مطابقين لمواصفات اللعبة، الاعمار بتاعتهم اكبر من الاعمار اللي هي تحت 17 سنة اللي هي تحت شروط اللعبة او شروط البطولة. طبعا احنا عارفين ان كان في ثنائي المنتخب اليمني تم تجنبه قبل لقاء اليمن والسعودية ب3 ساعات. فضيحة، ولكن مش ده موضوعنا. المباراة انتهت بفوز المنتخب السعودي وتأهل أول المجموعة، وفوز وخسارة المنتخب اليمني، ولكن تأهلت تاني أحسن تاني في المجموعة. خلاص، إذن بالمنطق حسمت. لا، يجي النهاردة يقول لك لا، منتخب اليمني احتمال كبير جدا يتم عزله أو إلغائه أو خروجه من البطولة بسبب إنه شارك بالثنائي اللي المفروض محروم من اللعب في هذه البطولة بسبب الأعمار السنية بتاعته في مباراة عمان. ومنتخب عمان بيطلب إنه تسجل له النتيجة بنتيجة 3-0 ويفوز ويبقى ليه الأحقية في التأهل. طبعا حق مشروع للمنتخب العماني انه يحاول بقدر الامكان انه يتأهل الى نصف النهائي. عمل شكوى، قدم الشكوى المسؤولين بدورهم ان هم يفحصوا الشكوى. طيب، يجي بعد كده يطلع علينا بعد سكوت تام استمر لمدة يوم كامل لحتى الساعة 10 مساء اليوم، بعد حتى ماتش سوريا والبحرين ما اتلعب. يجي بعد كده قرار لجنة الانضباط في اتحاد غرب آسيا تطلق بيان. البيان بيقول ايه يا جدعان؟ اول حاجة، لعب منتخب البحرين لعب بلاعب بعد تحليل بعد فحص بالأشعة المغناطيسية للاعب مهران محمد يوسف، ثبت انه لاعب غير مؤهل للعب في هذه البطولة، ولذلك يعتبر خاسرا. المنتخب البحريني يعتبر خاسرا امام منتخب فلسطين بنتيجة 3-0، وتغريم منتخب البحرين $2500. بص الغرامة يا عم، ماشي. ومنع اللاعب من اللعب مع المنتخب لمدة 6 مباريات، وتغريم اللاعب $1000. تمام، ماشي. يجي البيان التاني
المنتخب العراقي بعد الفحص والتدقيق بالأشعة المغناطيسية يوم 6 ويوم 7 من شهر 9 تأكد زي ما تأكد مهران محمد يوسف انه غير مؤهل للعب في هذه البطولة. ايضا يعتبر اللاعب العراقي احمد علي عبد الله غير مؤهل للعب في هذه البطولة، ولذلك يعتبر خاسرا امام منتخب لبنان بنتيجة 3-0 وقدام منتخب الاردن بنتيجة 3-0 ليصبح ونسيت اقول لك وعلى المنتخب غرامه 250 دولار، وعلى اللاعب غرامه 1000 دولار، وحرمانه من المشاركه مع المنتخب لمده 6 مباريات. حلو. فاذن المنتخبات المؤهله بعد التصنيف وبعد تطبيق اللائحه هي منتخب الاردني اول المجموعه متأهل رسميا الى نصف النهائي، منتخب السعودي اول المجموعة الثانية متأهل رسميا الى نصف النهائي، منتخب فلسطين اول المجموعة الثالثة متأهل رسميا الى نصف النهائي، ومنتخب سوريا ب4 نقاط افضل ثاني في المجموعة الثالثة متأهل الى نصف النهائي. طيب لحد كده انا ما عنديش مشكلة، ولكن اين المنتخب اليمني؟ بعد الفحص والتدقيق تبين أن ثنائي المنتخب اليمني لم يكن من اللاعبين المخالفين لشروط المسابقة. أنت ليه تجنبتهم في مباراة السعودية اللي أثر بشكل كبير جدا عن أداء المنتخب اليمني أمام المنتخب السعودي الشقيق وخسارته بنتيجة 3-1 وإضعاف موقفه في المجموعة وخروجه من البطولة بهذا الشكل؟ هنا بقى المنتخب اليمني مسكتش بعد التخبط اللي بيحصل ده. المنتخب اليمني مسكتش، واتحاد الكرة اليمني لكرة القدم أصدر بيان يخاطب فيه اتحاد غرب آسيا وبيقول الآتي: نظرا للأشعة التي طبقت رسميا على الثنائي اليمني المستبعد من مباراة السعودية واليمن التي كانت نتيجتها بنتيجة 3-1 بعد نهايتها وإبعاد وخسارة المنتخب اليمني هذه المباراة، كانت نتيجة الأشعة ان ثنائي المنتخب اليمني لم يكن مخالفا للقانون الخاص بهذه البطولة والناس تمام وزي الفل. ايه لازمة ان الاتنين لعيبة دول يتم اقصائهم ومنعهم من اللعب بشكل غير مبرر؟ ازاي يعني ايه تبعد 2 لعيبة ان هم يلعبوا بشكل غير مبرر؟ ما عندكش سبب قاطع لمجرد شكوى. لا يا باشا، العب الماتش زي ما انت عملت مع المنتخب البحريني ولعبت، وزي ما انت عملت مع المنتخب العراقي ولعبت. المفروض كنت تعمل مع المنتخب اليمني وتلعب. وبعد ذلك بعد تطبيق بقى الأشعة ونتائج الأشعة والتحليل ساعتها تبدأ تتكلم وتقول يتم توقيع الغرامة ويعتبره خاسرا. ولكن انت منعت منتخب من 2 عناصر مهمين جدا في صفوف المنتخب بحجة ان هم مخالفين القانون ومخالفين قانون اللعبة وغير مؤهلين للعب في هذه البطولة. فبناء عليه منتخب اليمن واتحاد الكورة اليمني طلب من الاتحاد غرب آسيا إعادة المباراة مرة تانية ما بينه وما بين المنتخب السعودي بإضافة الثنائي اللي تم حرمان المنتخب اليمني منه، اللي هما الاتنين لاعبين اللي ما كانوش موجودين بحجة ان هما مخالفين للقانون وطلعوا مش مخالفين في الاخر. واذا لم يتم، بص التهديد بقى اللي انا شايفه بصراحة، اتحاد الكرة اليمني اصدر قرار من نار: اذا لم يتم اعادة هذه المباراة سوف يقوم الاتحاد الكرة بتقديم شكوى الى الفيفا في اتحاد غرب اسيا لهذه اللعبة.
انت كده عملت الصح وزياده. عجبني قوي البيان اللي طلعه الاتحاد اليمني لكرة القدم. عارف ما سابش حقه. اصلي معلش انت متخبط اداريا، انا ما عنديش مشكله تخبط، ولكن بدون ان تضرني. يعني انت دلوقتي انت خسرتني مباراه السعوديه. يا عم انا ما بقولش ان انا مباراه السعوديه لو كنت لعبت بالاثنين لعيبه دول الثنائي اليمني اللي خرج بره تشكيله، انا ما اضمنش ان انا كنت هكسب. بس اديني الحقوق بتاعتي، اديني فرصي كامله وسيبني العب، سيبني العب. لكن تحرمني من لعيبه مهمه مؤثره بحجه ان هم عندهم مشكله او غير مطابقين للعب في هذه البطوله، وفي الاخر تطلع بيان لم تذكر فيه خطأ المنتخب اليمني او مشكله هذان اللاعبان. لا، يبقى انت اللي عندك مشكله، انت ادرت المشكله غلط يا فندم. فهنا لازم كان الاتحاد الكره اليمني ما يسكتش، وفعلا ما سكتش، طلع بيان من نار. انا شايف من وجهه نظري البطوله باظت خلاص. انت لما تكون 9 منتخبات يا جماعه، يعني مش بطوله كبيره، مش عارف تنظمها، انت كده فشلت فشل ذريع. انا من وجهه نظر شايف المنتخب اليمني اكتر المظلومين في هذه البطوله، اتظلم جامد جدا في هذه البطوله من وجهه نظري. وخلي بالك انا لا بغلط في منتخب، ولا بقول ان في منتخب اصر على ظلم منتخب، ولا بقول رشاوي، ولا بقول محسوبيه، ولا بقول اي حاجه من كده. انا اللي بقوله تطبيق العدل. منتخب اتحاد غرب اسيا للكره، انا شايف ان هو اتحاد مهرول ضعيف، غير مقنع، غير مؤهل يعني للتنظيم. حتى انا عايز اقول لك ولو ندوه رياضيه غير مؤهل لذلك. نشوف الايام اللي جايه هتثبت لنا هل المنتخب اليمني واتحاد الكره اليمني بعد هذا البيان، اتحاد غرب اسيا هيسمع لهذا البيان وهيخاف وهيعيد المباراه مره تانية. انا شايف انه تجنبا لسلسله او نزيف الاخطاء المباراه دي لازم تتعاد تاني علشان كل واحد ياخد حقه. انا ما عنديش مشكله المنتخب اليمني يخسر تاني، بس ياخد حقه. اعطيني حقوقي، انا مش عايز اكتر من كده. طبعا بطوله كنا بنتمناها وبنستناها وكنا نفسنا نشوف اداء مميز فيها، ولكن طغى على العامل الفني الاخطاء الكتيره اللي كانت موجوده في هذه البطوله. ولكن خلينا نشوف اللي جاي هيبقى عامل ازاي. كان معاكم ندى النشأت. لو عجبك الفيديو دوس لايك وشاركنا ودعمنا وقول لنا رايك في الكومنتات في اللي حصل والتخبط الاداري اللي موجود في اتحاد غرب اسيا. نتمنى ادراك المشكله وحلها في القريب العاجل. سلام.